ثانية بس. عاوز تكتب، تلخص، وتنجز شغلك في دقائق؟ جوجل جيميناي، ذكاء اصطناعي من جوجل نفسها، هيوفر عليك وقت ومجهود رهيب. لو عاوز تعرف ازاي تفعل جيميناي وتستخدمه صح، تابع الشرح. الفي بي ان العرض مش هيشتغل معاك، والعرض لمدة شهر. بيديك 1000 كريدت وإنشاء صور بنونو بنانا زي ما انت عاوز. 1000 كريدت تعمل بيهم 50 فيديو زي ما انت عاوز. بس صدقني الفيديو ده محدش نزله قبل كده ولا حد هيعرفك عليه قبل كده. فما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان اعرف ادعمك. انا طبعا القناة دي انا عاملها بالذكاء الاصطناعي، وغير كده انا نزلت الفيديو ده عشان الناس كلها تستفاد. فياريت محدش يبخل عليا بدعم واشتراك. تمام. اهم حاجة الاول زي ما قلت لكم في الاول ايه، نعمل نشغل في بي ان، اي في بي ان. بس اهم حاجه الفي بي ان يكون على المملكه المتحده او الولايات المتحده الامريكيه. تمام. ادي احنا هنشغل الفي بي ان لغت معانا. هنطلع بقى من الفي بي ان خالص وندخل على جوجل كروم. تمام. ونخش على جوجل كروم. اهم حاجه الحساب يكون جديد. هنخش على جيميناي. طبعا الحساب هيظهر لك دلوقتي، دي اللي انا هفعل عليه ان شاء الله الاشتراك. تمام. هنخش على الثلاث شرطات دول. هو من كل الكلام ده مش واخد دقيقتين تلاتة ولا 10 دقايق. بس اهم حاجة هقولك على الطريقة واحدة واحدة معايا. تخش على جوجل كروم. جوجل كروم اهم حاجة ما تخش على الجيميناي عندك، عشان لو دخلت على الجيميناي ممكن ما يظهرش العرض عندك او ممكن يظهر، الله اعلم. بس انا جربت على جوجل كروم. تمام. هنتك الترقية لجوجل اي بلس. تمام. هيظهر لنا احنا شوية حاجات اهو. اول عرض اللي هو ب124 جنيه مصري. تاني عرض اللي هو جوجل اي اي برو. المميزات اهي المميزات: احصل على مستوى وصول ويسكي، رصيد شهري بقيمة 1000 كريدت. يعني جميع المميزات يعني. طبعا بتحصل على خصم. طبعا هنتك اول حاجة نعملها، طبعا هسيب لكم رابط الفي بي ان ورابط بتاع جوجل اون ده بتاع جيميناي بقى، جيميناي على في وصف الفيديو. تمام. نتك على الاشتراك. طبعا هيطلب منك فيزا، وهيطلب طبعا انت لو معاك فيزا لو معاك فيزا البريد ممكن تشتغل معاك. لو معاك فيزا كريدت ممكن تشتغل معاك. معاك اي فيزا ممكن تشتغل معاك اهو. الرسوم القادمة بدءا من فترة التجريبية المجانية لمدة شهر واحد، بدءا من 28/2/2026 هيحسبك ب28 دولار، 18 دولار. تمام. دي طبعا الفيزا اللي انا فاعل عليها اهي. انا اخترت الفيزا دي. تمام. هتتك معايا تفعيل. هنتك بعد كده اشتراك. بعد ما نتك اشتراك هيطلب منك شوية حاجات كده، اثبات ملكية ومش عارف ايه للفيزا. فسهلة طبعا، تستنى يوم عادي. سهل. سهلة يعني، سهلة الأمور دي كلها سهلة. تستنى ما يجمع معانا. هنتك اثبات هويتك متابعة. كده بيطلب كود من ايه، من البريد. هو بيطلب كود تأكيدي بس للفيزا بس، مش أكتر من كده. خلينا معاكم واحدة واحدة. تمام. لسه الكود مجاش، طلب رسالة. تمام. نستنى الكود مش مشكلة يعني، الكود مش صعبة يعني. اهو الكود ايه. نتك نسخ ونلصقه هنا إرسال. كده الاشتراك هيتفاعل معاك إن شاء الله يعني، ما تخافش.